نبدا كرسي الاعتراف اللي هيبقى من اوسخ كراسي الاعتراف في الموسم. انا عايز اقول لك على حاجه، بس بعد ماتش انبي لما تعادلوا والزمالك، انبي والزمالك تعادلوا، ليه شفت كل الاهلاويه خلاص بيحتفلوا الدوري في الجزيره؟ بجد والله بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ انتوا من اول الموسم عمالين تقولوا الاهلي هياخدوا الاهلي هياخدوا، والاهلي خدوا فعلا بس مش الدوري. بناء على ايه انتوا شايفين الدوري في الجزيره؟ طب ما انا قلت استنوا، والله عملت رد فعل على طول بعد ماتش الزمالك، قلت استنوا شويه لما نكسب بيراميدز، طيب نبقى نفكر في ماتش الزمالك، ولما نكسب الزمالك ويبقى قد الزمالك في النقط نبقى نبدا نتكلم. انتوا احتفلتوا اول ما الزمالك اتعادل، بناء على ايه؟ انت جايب الثقه في الاهلي منين؟ ما تقوليش اي كلام وخلاص، ما تقوليش كلام مجعلص كروي غير ان مفيش راجل في النادي. ما تقوليش غير كده، ده مش نادي، ده كشك. ده انا قلت عربيه بطاطا، دي الموسم ده عربيه بطاطا. وما تجيش تقول لي اصل الزمالك بيكسب بالحكام والحظ، لا هي مش سهله. قلت لك قبل كده لو سهله كنا احنا عملناها، لو سهله كنا احنا كسبنا بيراميدز اللي الزمالك لسه كسبها. ليه حق يتريق عليك يقول لك تعالى اما اكسبه لك؟ هو بيعرف يكسبه انت ما تعرفش. هو يعرف يوصل نهائي كونفدراليه انت ما تعرفش، بتطلع من ربع النهائي. هو يعرف ياخد دوري انت مش عارف تتاهل كونفدراليه الموسم الجاي. فهي مش سهله ومش حظ ومش حكام. ممكن لقطات كده بتحصل في الموسم بس لا. فليه حق الزمالك دلوقتي يجي يقول لك معلش انا عاوز انا اكسبه قبل ماتش بيراميدز؟ هو كانوا عايزيننا نتعادل مع بيراميدز عشان هو اللي يكسبنا ينزلنا كونفدراليه، يبقى السبب ان احنا نروح كونفدراليه الزمالك. الزمالك دلوقتي عايز ايه بقى؟ يكسبنا عشان حتى الكونفدراليه ما نروحهاش. يقول لك اصل احنا اللي مودنا. انت متخيل احنا بقينا فين؟ بعد ما كنا بنقول للدوري الاهلي مدى الحياه، دلوقتي احنا نفسنا ما نخلصش مركز ثالث، نفسنا نخلص مركز ثالث مش رابع. انت فاهم احنا بقينا فين؟ موسم من اوسخ الموسم بتاعنا، نخش على كرسي الاعتراف على طول. شوبير زفت وخرا واطرام من 10. باظ ولا هو عشان الفريق كله؟ هو عشان الفريق كله. شوبير زفت من 10. محمد هاني في لقطه معلش، ولقيت كلهم عمالين يشجعوا محمد هاني. انا والنبي عشان هطرشق والله. عمل 1 2 جامد قوي، ما اعرفش مع ديانج ولا مع طاهر، عمل 1 2 حلو قوي، وراح على اليمين ولوحده والكره بتجري والدنيا فاضيه وثلاثه واقفين في منطقه 18 من الاهلي في الشوط الاول. عمل اوسخ اوفر يتعمل في تاريخ الدوري المصري. الكره لوحده، مفيش حد اقرب واحد ليه على بعد في شارعين في اسكندريه، اقرب واحد ليه. قام رفع الكوره، بص رفع عينه وفي ثلاثه من الاهلي واقفين جوه منطقه، رفع الكوره بره والله العظيم زي اتفرج عليها، رفع الكوره بره الملعب، بره، طلع بره خالص حتى مش قريبه. محمد هاني ناشئ من 10، ويا رب يا رب يا رب الاقي باك يمين يلعب تاني في الاهلي، عشان خلاص احنا مش هنكمل 3 4 سنين. كفايه والله. محمد هاني، ياسر ابراهيم 2 من 10، ياسين ماريا 1 من 10، كوكا 2 من 10، ديانج خلاص بقى احنا قلنا فالنسيا من 10، خلاص هو حلو قوي كده، فالنسيا من 10 تمام، يروح هو كده كده بيلعب باقي الموسم كده، انت فاهم كده يعني. مروان عطيه والله كان مروان كويس يعني، احلى 3 من 10 عليك. طاهر محمد طاهر والله اسم طاهر بيجي كده بحس ان انا كرهت الكوره، على اللي عايزين يتفرجوا على الكوره، على الاهلي، على الزمالك، على الدوري المصري. انا نفسي اعرف انت شغال لاعب كوره ليه؟ يعني دي مش شغلانتك، انت ما تعرفش تشتغلها. ما حدش جرب يقول لك ان دي مش صنعتك، يعني شوف لك صنعه ثانيه، اشتغل مترجم. والله يا جدعان طاهر ده من اكتر الحاجات اللي بتفرج عليها في الاهلي بتجيب لي الضغط والسكر، ما بحبش الكوره تيجي تحت رجله، ما بحبش اشوفه، ما بحبش يلعب. طاهر محمد طاهر خلاص هو فوق التقييم، لان هو ما ينفعش يتقيم كلاعب كوره، يتقيم كلاعب اي حاجه تاني، او يتقيم كبني ادم كانسان، انما كلاعب لا. طاهر محمد طاهر اوسخ اداء شفته في حياتي للاعب في تاريخ الاهلي، او من اوسخ من 10. محمد شريف 0 من 10. تريزيجيه يا جوه ال 18 يا بلاش. تريزيجيه رافع شعار يا جوه ال 18 واجيبها جون يا بلاش، يا مش هلعب. انت عاوزني العب مع الفريق ولعب ايجابي وباصي واعمل سروهات واصنع لعب واجيب اجوان مفتوحه ولا؟ تريزيجيه يا جوه ال 18 مش لاعب. 2 من 10. زيزو بالونه من 10، وانا غلطان ان انا خرجتك بره حته البالونه، غلطان ان انا خرجتك وعملتك لاعب كوره في الاهلي واديتك فرصه وبقيت بقيمك، بتعامل معاك ان انت بتعرف تلعب، بس انت بالونه، انت جيت زيزو. انا بالنسبه لي تتحط كده مربع من اوسخ الصفقات اللي حصلت في تاريخ الاهلي، فني مش فني، اللي هو ايه، ملعبيا، اللي هو كواحد تحطه في الملعب، وادميا يعني ايه ادمه على الاهلي.
الراجل كان في الزمالك ما بيطلعش بره الكونفدراليه بجد والله، جه الاهلي الكونفدراليه مش هنطولها ونطلع من ربع نهائي لافريقيا والدوري مش هناخده بجد. اوسخ حاجه بجد حصلت زيزو بن شرقي بجد والله، مش عارف احنا، ما احنا كنا عايشين من غيرهم بناخد كل حاجه في الدنيا، جم فشخوا الفريق. بالونه من 10، وهتفضل بالونه لحد ما تمشي من الاهلي، هتفضل بالونه لحد ما تمشي من الاهلي، ياخد ارقام فلكيه عشان جه يغرق الفريق. ترب، انا عايز اقيم ترب. ترب برضو زي طاهر اتحط في نفس الحته فوق التقييم، ده ما ينفعش يقيم، ده ما ينفعش يقيم. ده راجل اكيد كان شغال اي شغلانه غير ان هو مدرب، وفي نصاب من اللي جاب بعض اللعيبه اللي اتنصب علينا فيها برضو، نفس النصاب ده قال لك ان ترب ده مدرب فجبناه عادي بقى. ما انا مش عارف الاداره ليه تمشي عماد النحاس فتجيب الراجل اللي اسمه روبيرو اللي ما بيعرفش يدرب، فاحنا نمشيه عشان نجيب راجل اوسخ ما بيعرفش يدرب اكتر ترب. فانا ما اعرفش ليه من الاول، ما انت كان عندك عماد النحاس ماشي زي القطر الله اكبر عمال يكسب يكسب يكسب، بس ازاي؟ يلا نغرقهم، يلا نوريهم اوسخ موسم في الدنيا، نجيب واحد ما بيدربش وسخ بعد كده نجيب واحد اوسخ. اداره انت فاهم بتاخد القرارات ها. تقييمي للموسم، والله اوسخ موسم انا اتفرجت عليه الاهلي في كل حاجه. اقفل.